ايه ده؟ دي من زمان قوي، 2016. يا عبد الصمد. هتقولي دلوقتي يعني ايه؟ هقولك. ال 2016 دي كانت بداية التحول لأهم الأساسيات والمعتقدات الموروثة على مدار أجيال وأجيال. سامعك بتقول لي إيه الكلام الكبير ده؟ تعالى أما أقولك. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ عملوا كنافة بالمانجا، الله مرحبا. وده في حد ذاته يندرج من أهم إنجازات البشرية. وما وقفناش لحد كده، جت 2017 حبوا يطوروا ويعلوا بالتون وبقت بالنوتيلا. ما تتعورش ابو شيماء اتعور. 2018 بقى هتزعل. ما ينفعش الكلام ده. طقطق معانا بقى كنافة باللوتس، وما اقولكش انا قلبي بيدوب مش قادر. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. 2019 بقى ولا عملت كنافه. هي الكنافة ملهاش أهل يسألوا عليها. في 2020 بقى ريحوا الكنافة. يا سلام، أنا فرحت لها بصراحة. يسكتوا؟ أبدا. دخلوا لي بقى في بسكوت ال10 دقايق وعجينة ال7 دقايق وش الجلاش إيه وش فطير كداب إيه وحاجة آخر لخفنة. في ايه يابا؟ في ايه يا حبيبي؟ في ايه يا اخويا؟ دخلنا بقى 2021 عملوا التحول الأكبر في الكوكب. الكنافة بقت ريد فيلفت. حصل. أنا بقول كفاية تطوير بقى. ما تبعدوا عننا بقى سويت عشاشنا. خلصنا بقى اختراعات وكده، نسكت على كده؟ لا بقالنا يا اخويا سنتين كل شويه يطلعوا لنا بحاجه جديده في المقدر. ايشي اشطوطه، علم كشكشه ومتدحرجه والهاشتكه، ده حتى الزغروطه عملوها حلويات. ومش بس كده، دول عملوا الاشطوزه كمان. دي شكلها تعويذه يا معلم. بس اقول لكم على حاجه، الوضع اختلف. الشعب خلاص قال كلمته. باركوا لاخوك ابو جبل. باركوا له. وقررنا نقوم احنا بالابديت الجديد للكنافه. وهنا انقسم الشعب اتنين، نص عايزها بالفولترين والنص التاني عايزها كتفاصيل. يا ترى بقى انت مع مين فيهم؟